اهلا بكم في فيديو جديد على القناة. تعالوا بقى نحضر اشهر طبق في المطبخ المصري، الشكشوكة. طبق سهل ولذيذ وخطواته بسيطة قوي. في دقيقتين هنعرف اسرار الطعم الاصلي بتاع زمان. بس حطوا لايك للفيديو، يلا بينا نبدأ كده على طول. في طاسة كده على النار هبدأ اضيف معلقة كده من السمنة البلدي او اي سمنة بتستخدموها. ودلوقتي هقطع بصلة كده صغير بالشكل ده، وهسيبها كده اشوحها لحد ما تصفر معايا، يعني مش هتحمر قوي. بعد كده هجيب حبتين من الطماطم وهقطعهم صغير او ابشرهم بالمبشره زي ما انتوا حابين. هضيفهم بقى على البصله كده اللي اصفرت، وهديها تقليبه وهسيبها على النار عشان تستوي معايا كده وتتسبك، يعني تسبيكه خفيفه مش هتاخد وقت كتير على النار. هكون مقطعه قرن فلفل كده شطه، يعني يكون حامي للي حابين، او فلفل رومي. وهنزل بيه كده على الطماطم المتقطعه، وهضيف فلفل اسود على الطماطم، وهضيف كمان شوية من الملح، معلقة صغيرة. وهدي تقليبة وهسيبهم كمان شوية عشان تبدأ الطماطم يعني تستوي معايا اهو. هجيب طبق بره بقى وهعمل هكسر كده بيضتين. تعالوا نحط عليهم بقى ربع معلقة صغيرة كده من الكمون عشان البيض، وهحط كمان كزبرة تدي طعم حلو كده. وبالشوكة كده هقلبيهم تقليبة. بعد كده ضفت ربع معلقه كده من الشطه الحمراء، ودي اختياري للي حابب يكون الطعم سبايسي اكتر. وهضيف بعد كده البيض اللي احنا ربيناه في طبق بره، وهنبدا نقلب بقى كده الحاجات دي كلها كده مع بعض. هنا هخلي النار تبقى متوسطه عشان ما يلزقش معايا يعني في الطاسه. ما بتاخدش وقت كتير على النار بعد ما بضيف البيض، لحد ما يبقى معايا بالشكل ده كده بعرف ان هو خلاص استوى. كده الشكشوكه بتاعتنا استوت. هجيب الطبق بقى وهننزل بالشكشوكه كده بتاعتنا في الطبق، او تقدموه بالشكل اللي انتوا حابينه، وتنفع في فطار او عشاء زي ما انتوا عايزين. طبق سهل كده وبسيط. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. باي باي.